صل على سيد المرسلين. سيدنا يحيى في يوم من الايام اكل خبزا وشعير، فدماغ سيدنا يحيى ورأسه تثاقلت عليه. يعني في الليلة دي لما تقل في الاكل ما قدرش يقيم الليل، ما قدرش يصلي بالليل، وهي ليلة واحدة، وهو من هو يحيى بن زكريا عليه وعلى ابيه الصلاة والسلام. فتدبر معي، لما اكل الخبز والشعير نام فلم يستيقظ الا على صلاة الفجر، فاوحى الله الى يحيى معاتبا له وقال له ربه: يا يحيى اتخذت دارا خيرا من داري؟ يا يحيى اتخذت جوارا خيرا من جواري؟ يا يحيى وعزتي وجلالي لو اطلعت الى الفردوس الاعلى ونظرت الى الفردوس في الجنة لذاب لحمك وشحمك. يا يحيى بن زكريا تصور لو انك نظرت الى النار ورب الكعبة لنجد المسيح والجليل. انظر الى ربك وهو يعاتب يحيى في ليلة لم يقومها. وهذا رجل من الصالحين الامام عبد القادر الجيلاني، وهو من اهل السنة الذي كان يقوم الليل يوما فغفلت عيناه. نحن لا نجتمع في المساجد او لا نصلي الليل الا في رمضان والا في العشر الاواخر من رمضان، لكن هؤلاء كانوا يصلون الليل طول العام. فانظر الى الامام عبد القادر الجيلاني الذي راى عرش الرب العلي وهو جالس في بيت ربه وفي المسجد. سيدنا عبد القادر يقول انا جالس في القبلة شايف عرش الرحمن، شايف العرش، كشف الله له الحجب. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ايه؟ الناس في ليلة القدر متفاوتون. صلي. الناس في ليلة القدر متقسمون. في واحد قاعد في المسجد ربنا يكشف له عرش الرحمن يشوفه وقع، وهناك أناس ينظر الله عز وجل فيكشف عن قلوبهم فيرون ملكوت السماوات والأرض وهم في أماكنهم. ومن الناس من يرون الجنة، ومن الناس من يرون النار، ومن الناس من يجلسون في المساجد يصلون ولا يرون شيئا. ليه؟ لأنه جاي يتهجد والدنيا ما زالت في قلبه، لأنه جاي يتهجد وهو عاق لوالديه، لأنه جاي يتهجد وهو قاطع للرحم، لأنه جاء يتهجد وهو آكل أموال اليتامى، لأنه جاي يتهجد وهو لا يصلي إلا في رمضان. فتدبر معي، نحن في هذه الليلة نقوم الآن إلى الركعة التي فيها الدعاء، ركعة الوتر، نقوم وندعو الله جل وعلا. فلا بد إن لم تبكي فتتباكى، تسمع الدعاء وتخشع قلبك للملك جل وعلا. ربما تصيب دعوة، ربما جل جلاله يقول اخرجوا من المسجد فقد غفرت لكم. ونحن ما أتينا إلى هنا إلا للغفران، إلا لنطلب من ربنا جل وعلا أن يغفر لنا وأن يدخلنا ربنا جل وعلا الجنة، ونسأله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. هذه الليلة لا تعوض. أنت في العام القادم ربما تكون في عسكر الموت، ربما تحمل على الأعناق في العام الماضي. ارجع إلى الوراء قليلا. أين فلان صديقك الذي كان يصلي معك في رمضان الماضي؟ أين أخاك في رمضان الماضي الذي كان يصلي معك؟ أين جاره؟ أين زوجته؟ أين أحبابه؟ هم الآن في عسكر الموتى يتمنون أن يصلوا ركعتين لله عز وجل، كما قلت لكم في درس التراويح ودرس صلاة القيام أن الإمام عليا وقف
تصلوا ركعتين. ما ترجع يا عم للدنيا تبني العمارة وتصب الدور الرابع وتركب السيارة. ما ترجع للدنيا عشان تأذي جارك، لا، لانه دخل الى القبر ورأى انتهى العمارة اللي ما اداش حق الله مهان في القبر، صاحب السيارة اللي ما اخرجش زكاته، اللي جحد حق اليتيم، اللي جحد حق الارملة، مهان في قبره. اما اهل المساجد، اما اهل الصلوات، اما اهل القرآن هم الذين يكرمون من عند الملك الرحمن جل وعلا. نقوم الان بقلوب متجردة، نقوم نقف بين يدي الله جل وعلا ونضع الدنيا خلف ظهرنا. ربما ونحن نصلي نفتقد احد ابائنا الان، ربما واحد منا الان ملك الموت مستعد ان يقبض روحه وتبقى ختام مسكنة، حسن الختام. ربما 2 3 يموتوا مننا الان، قل امين. حسن الختام ما انتش عارف ايه اللي هيحصل دلوقتي، فانت تقوم بقلب متجرد وانت واقف في الصلاة تيقن علم اليقين ان هذه اخر صلاة لك على وجه الارض. تصور بقى لو دي اخر صلاة لك، تصور لو ربنا اوحى ليك دلوقتي وقال لك اعمل حسابك ال3 ركعات المقصودون دولت الختام وهتجيلك وحد الله. تلم شنطتك وجواز سفرك معاك وشهادة ميلادك معاك وظبط نفسك لانك هتروح، وما روحتش الا ندى هتروح الليله الجايه، هتروح السنه الجايه، انت مروح. شهادة ميلادك معاك اللي هي الصلاه، شهادة ميلادك في الاخر ايه؟ الصلاه. شهادة ميلادك معاك وجواز سفرك معاك وكل حاجه معاك. لما بتروح تطلع جواز سفر من غير غم، واحد يقول لك تعالى بكره عشان الخدمه مش معايا، يقول له يا عم ده جاي من السبلاويه، كل يوم اجي، ده انت هتروح هناك مش هترجع. فانت جهز شنطتك واحد الله عكس احنا نقول نقرا الله قلوب متجرده. انت جهز شنطتك من الليلات اللي احنا مش ضامنين الظروف، ما احناش عارفين. ربما يكون ملك الموت معنا الان، فنسال الله حسن الخاتمه. نقف بين يدي الله الان ونقوم ونصلي الشفع والوتر وندعو الله جل وعلا ونساله سبحانه ان يستجيب لنا. وخلي بالك بقى، احنا قلنا النفس الاماره بالسوء حطها ورضاها. يعني كنت مخصم اخوك مخصم اختك، صل الرحم عشان ربنا يتقبل الدعاء. ما هو قبول الدعاء له شروط. الاول حاجه الاخلاص، ان انت تكون مخلص لله. تاني حاجه ودي الاهم، اكل الحلال. انت عارف سيدنا ابو ليه في حديث ضعفه والامام الالباني قال ان الرجل يلبس الثوب في الصلاه، جلبيه يلبسها في الصلاه ثمنها 10 درهم. يقول النبي محمد اذا كان هناك في ال10 درهم اللي هم ثمن الجلبيه درهم حرام لا تقبل صلاه العبد ولا ترفع فوق راسه شبرا. فنسال الله ان يجنبنا الحرام. اوعى تاكل حرام، لان رزقك مقصود وانت رزقك جايلك فما تاكلش حرام. اتفقت الفيديو ورا بعض عشان جنيه، ما انت رزقك كام؟ يمكن الفانوس يتكسر ولا حاجه 500 جنيه ولا بتاع. واحد في الورشه خبط له خبطه 500 جنيه ولا ب5000. يقول لك يا عم الشيخ احنا هنقفل الورشه، كل ما واحد يجي نقول له مع السلامه كده هنقفل الورشه. ما ربنا بعد عنك مرض ب5000 جنيه كان يبتليك ربنا بمرض ولا حاجه تروح المستشفى مش هيكفيك 10000 جنيه. فاتقي